Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة فيديو جامد جدا. طبعا من الصورة والفيديو عرفتوا ايه هي. فيديو الكوارع، فيديو الكوارع وفتة الكوارع. تابعوا معايا الفيديو للآخر وصلوا على النبي قبل ما نبدأ الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا أول حاجة معانا الكوارع متقطعة ونظيفة ومغسولة كويس معانا. بعد كده هنجيب حلة فيها مية والمية تغلي، وبعد كده نسقط فيها الكوارع، وهنضيف ليها بصل، طماطم، ورق لورا، حبهان، فلفل اسمر. ضيفي اللي انت هتضيفيه كله ما عدا الملح. الملح دي اخر تكة خالص بعد ما يستوي. بعد كده هنحضر مع بعض الرز المفلفل اللي هو حباية وحباية. هنحمر نص كوباية رز، وبعد كده نضيف عليها بعد ما تحمر بقية الرز المغسول، ونضيف مقدار المية بتاعته، المية المناسبة ليه، الملح والمية، و زي ما بتعملي الرز دي عادي جدا، بس هو رز متحمر حباية وحباية. هنا ضفنا بقى المية، ويفضل تبقى مية مغلية، بتبقى تخلي الرز كويس والسوا بتاعه مظبوط، وبتستوي معاكي بسرعة. خلصنا الرز هنستنى ما يغلي، وبعد كده نوطي عليه الطريقة اللي احنا معتادين عليها يعني. بعد كده التقلية بقى اللي هي بتاعت الكوارع. بنعمل سمنة او زيت او المادة الدهنية اللي انت بتستخدميها، زيت، سمنة، زبدة، ميكس من الحاجات دي مفيش مشكلة. بعد كده بنحط البصل المبشور، ممكن تبشريه، ممكن تعمليه شرايح اللي انت بتحبيه عادي. ده هنعمل بيه الكوارع. هنصفر البصلة. بعد كده بنضيف الصلصة. هنسيب الصلصة تاخد لها تسبيكة او غلوة على النار. تمام كده. نضيف لها بعد كده بقى الملح والبهارات. بعد كده الكوارع بقى بعد ما استوت بننقلها في صينية، ونضيف الصوص اللي احنا عملناه او التقلية ديت. هنضيفها لصينية الكوارع ونحطها في الفرن. هنشوفها في اخر الفيديو. تابعوا معايا الفيديو. اللي وصل لحد هنا معايا صلى على النبي في الكومنتات. هنا بقى الفتة دقت او الصلصة بتاعة الفتة. معلقة السمنة او الزبدة، وعليها الثوم المفروم لحد التومة ما تحمر معايا. هنقلب فيها سنة سنة هتحمر معانا. وبعد كده بقى هنضيف الخل. كده تمام احمرت معانا. وبعد كده بنضيف الخل. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى معايا الصلصة او الطماطم مبشورة، طماطم في الخلاط. بنضيفها بعد كده لدقة الفتة او الصلصة بتاعت الفتة. بعد كده بقى هنسيبها تاخد غلوة او تتسبك.
وبعد كده بقى ندخل ايه على طريقة تحضير الفتة او صينية الفتة. معانا السيرفيس عليه العيش الناشف او المتأمر. لو ما عندكش عيش ناشف بتمسكي العيش تنشفيه في الفرن وبعد كده تكسريه. هنا بقى كنا حطينا الشوربة اللي هي شوربة الكوارع على العيش، وبعد كده بنحط الصلصة اللي هي الدقة اللي بالثوم والخل. لو عايزة تاني تتزود لها شوربة انتي بقى بعد كده بنحط الرز وتحطي بقى الصوص بتاع الدقة بتاعت الفتة في الاخر. وهنا يا حبايبي تحسوا ان انا بعمل لوحة فنية، مش عارفة انا برسم ايه بس حاساها بعمل لوحة فنية مش فتة كوارع. ادي كده الفتة تمام معانا. نشوف بقى الكوارع بعد ما طلعت من الفرن. الجمال والروعة والطعامة جميلة، تحفة تحفة تحفة. يبقى معانا كده الكوارع وفتة الكوارع، وبالهنا والشفا. اللي وصل معايا لحد هنا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، واذكروا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.